السلام عليكم ورحمة الله. هتكلم إن شاء الله معاكم النهاردة عن مرض الروماتويد أو التهاب المفاصل. في البداية عاوزين طبعا نعرف يعني إيه روماتويد ويعني إيه التهاب للمفصل، عشان نقدر إن إحنا نقيم المرض أو نعرف المرض وصل لفين. هو مبدئيا الأول هو ده مرض مناعي. مرض مناعي يعني زي الام اس أو التصلب المتعدد اللي اتكلمنا عليه امبارح. بالظبط، يعني هو المناعة هي أساس فيه. طيب هي المناعة دي مش المفروض إن هي بتصد الهجمات الفيروسية والبكتيرية والأمراض عننا؟ طب هي ليه المناعة بتهاجم الجسم ذات نفسه؟ ده بيبقى خلل مناعي. طيب هو إيه يعني إيه روماتويد أصلا؟ الروماتويد ديت مرض مناعي بتهاجم فيه المناعة المفاصل. المفاصل ده تقصد اللي هي مفصل الكوع ومفصل الركبة؟ لا، ومفاصل الإيدين والرجلين كمان. في كل ديت مفاصل، دي كلها مفاصل، دي كلها مفاصل، دي كلها مفاصل. طيب لما بتهاجمها بتأثر عليها ازاي؟ بتسبب فيها التهاب. طب هو أول ما بيهاجم بيسيب الأول مفصل الركبة ومفصل الكوع، ولا الإيدين ولا الرجلين ولا إيه بالظبط؟ هو بيهاجم في الأول مفاصل الإيد والرجل. الرجل هي صوابع الرجل، بتلاقي في ناس صوابعها لا ما يعني متنية كده معوجة، الصوابع معوجة مايلة كده شمال معوجة، وكذلك برضو في الرجل بتلاقيها معوجة لبره. ده روماتويد. طيب هي دلوقتي بتهاجم المفاصل، المناعة فيها خلل فبتهاجم المفاصل. طيب بعد ما تهاجم مفاصل الإيد والرجل ممكن توصل الموضوع للركبة والمفصل كمان الكوع. طيب الإصابة ديت بتسبب طبعا التهابات، ممكن تسبب حمى شوية وارتفاع في درجة الحرارة. طيب هو المريض بيحس بإيه؟ هو أولا أول ما بيقوم من النوم بيحس فيها بتيبس، بيحركها بصعوبة، يعني يحس إن لسه الدم مجريش فيها أو زي كأنها منملة. دي كلها مشاكل بتعملها، بتصيب الجسم. مسألة الحمى وارتفاع درجة الحرارة. طيب هو الموضوع ده بيبقى أسبابه إيه؟ هو فيه أكتر من سبب، بس هو السبب الرئيسي غير معلن أو غير معروف. يعني إيه غير معروف؟ مفيش أبحاث كافية عن الموضوع دوت عشان نقدر نوصل للسبب الرئيسي. طب ليه شركات الأبحاث وشركات الأدوية والأمصال والمختصين ما بيقوموش بدورهم؟ زي ما قلنا قبل كده هوت الحاجات دي بيحتاجوا أمراض، الأبحاث ديت بتحتاج أمراض كلها طبعا شركات استثمارية هدفها الربح البروفيت، فلازم يبقى مرض عام، مرض شامل، مرض يعني الأبحاث والفلوس اللي أنا هضخها في الأبحاث دي لازم أجيبها، لازم بعد كده أكسبها. لكن أمراض نادرة أو أمراض الناس بتصاب بيها قليل جدا، مش هيبقى فيه إقبال على الشراء، ولو حصل إقبال برضه مش هغطي النفقات اللي أنا هعملها. الأساس بتاعهم هو الربح. عشان كده هو في أمراض كتير هنلاقيها ملهاش لا علاج ولا في أبحاث عليها ولا في معلومات دقيقة عنها. في حاجات ممكن يعني تكتشف بالصدفة. طيب احنا قلنا دلوقتي السبب الرئيسي مجهول، بس في أسباب تانية، منها التدخين، منها السمنة، منها العامل الوراثي أو القابلية الوراثية. يعني زي ما قلنا إن لو في حد عندي في العيلة جاله روماتويد، أنا مرشح إن هو يجيلي روماتويد برضه، وده يكون ضمن التشخيص. وبرضه لو حصل لنا أي حاجة في الفصل أو كده هو وإحنا بنزور الطبيب أو الدكتور نوضح له أنا عندي في العيلة في فلان قريبي أو فلانة قريبتي كان عندها المرض الفلاني، عشان الموضوع بيبقى سيكونس، وده بيسهل على الدكتور او الطبيب ان هو يعرف يشخص او يقول لك يكتب لك التحليل المناسب عشان هو يتاكد من النقطه دي. طب المرض ده بيصيب الذكور ولا الاناث؟ هو بيصيب الاثنين، بس الاكتر برضو الاناث زي الام اس التصلب المتعدد اللي اتكلمنا عليه امبارح. طيب احنا دلوقتي عرفنا ان هو طيب احنا لو جه حد مثلا هو مدخن، لا يحاول يقلع طبعا عن التدخين. طب ده سواء تدخين سجاير ولا الشيشة ولا الفيب ولا الأيكوس؟ لا هو موجود طبعا من قبل كده ومن قبل الفيب والأيكوس. فمسألة التدخين هي دي ممكن تعمل الخلل المناعي. طيب هو نقص فيتامين د اللي اتكلمنا عنه امبارح، وان هو كده بيبقى الكالسيوم قليل وممكن كده فيها هشاشة عظام، ممكن يؤدي للموضوع دوت. هو ممكن يؤدي بس مش ضمن الأسباب الرئيسية أو الأساسية. طيب في ايه كمان؟ طيب الطرق بقى العلاج. احنا دلوقتي عرفنا المرض وتشخيصه وبيعمل ايه والاثر بتاعه
والتنميل والوجع والخدلان ودرجة الحرارة، ونقوم الصبح مش عارفين بنقفل ايدينا ونفتحها بالعافية، ونص ساعة عقبال ما الدم يبتدي يمشي فيها، والمشاكل دي كلها. ده ناهيك طبعا عن الشكل اللي هو بيبقى شكله مرعب، سواء في الإيد أو في الرجل، وطبعا بيكون مأثر على الحركة، لأن المفاصل دي مشكلة. الحركة طبعا بتبقى ضعيفة وبطيئة. طيب إيه العلاجات؟ إيه؟ في أكتر من حاجة. العلاجات التقليدية بيبقى فيه مضادات التهاب عشان التهاب المفاصل دوت، وحاجات بتقلل من درجة الحرارة. الالتهاب طبعا بيسبب مشاكل، وبيسبب مشاكل جوه الجسم كمان. طيب غير الحاجات ديت، في العلاج الطبيعي والتمارين عشان نلين حركة المفصل قدر الإمكان. جلسات العلاج الطبيعي وكمادات المية الدافية عشان تقلل الالتهاب، وخصوصا كمان ممكن يحصل تورم، ممكن يحصل كمان تضخم في العظم. يعني ايه؟ تلاقي فيه هنا زي قعبورة كبيرة كده عند المفصل. طب هو الموضوع ده بيصيب الشباب ولا الكبار؟ على الأغلب بيكون كبار السن، على الأغلب من سن 30 ل 50 سنة وانت طالع. تمام. طيب مفيش علاج يعني خاص بيه؟ لا، بس هو في بعض العلاجات البيولوجية اللي هي بتضعف أو بتثبط المناعة عشان ما تهاجمش. بنحاول نضعف المناعة، إن هو مرض مناعي، المناعة هي اللي بتهاجم المفاصل، فاحنا بنحاول ان احنا نضعف شوية المناعة عشان ما تهاجمش المفاصل، او نقلل من الاتاك او الهجوم على المفاصل. طيب هو ده يعتبر مرض خطير؟ مرض خطير. اي مرض ملوش علاج يعتبر مرض خطير. طيب هو ليه اي علاجات تانية او اي حاجة تانية؟ طبعا هو رحمة ربنا واسعة، في علاج بس علاج غير تقليدي هقول لكم عليه. ده في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام عن صلاة الضحى، إنها بتجزئ طبعا لابن آدم أو لجسم الإنسان في 360 سلامة اللي هي عظمة أو مفصل. ولازم يؤدي إن الإنسان لازم يؤدي شكر المفاصل ديت أو النعمة اللي ربنا أنعم عليه ديت كل يوم. فصلاة الضحى بتجزئ عن الشكر عن المفاصل والنعمة ديت، وده علاج غير تقليدي، صلاة الضحى. طيب في حاجة تانية؟ ممكن طبعا داووا مرضاكم بالصدقة، ودي حاجة كويسة جدا. طيب العلاج بالحجامة هيفيد في موضوع زي كده ولا لأ؟ العلاج بالحجامة هيفيد، وهيفيد جدا، بس لازم معاها غذاء متوازن وصحي ومتنوع عشان المناعة ترجع تاني. يعني ايه؟ يعني احنا اتكلمنا امبارح عن مشكلة MS او التصلب المتعدد، كان احد اسبابها الرئيسية مفيش فيتامين د، وشرحنا قلنا ان فيتامين د اساسي عشان الجسم يعرف يمتص الكالسيوم من الاكل والشرب بتاعنا، والكالسيوم ده حاجة اساسية للعظام والاسنان. وما دام هو اساسي للعظام ولنخاع العظام، نخاع العظام ده اللي بينتج الكرة الدم البيضاء والحمراء والليمفوسايتس والمناعة بصفة عامة وخلايا بائية وتائية وما إلى ذلك. فلازم مع الحجامة لازم يكون نظامنا الصحي متوازن ومتكامل عشان نعدل مسار المناعة، والمناعة تبقى صحيحة تهاجم والديفنس أو تدافع عن الجسم ضد الفيروسات والبكتيريا، وما تهاجمش الجسم لأن ده خلل مناعي. طيب العلاجات البيولوجية ومضادات الالتهاب والحاجات ديت، كل الحاجات دي كويسة، بس ده مش حاجة يعني مش حاجة أساسية في علاج المرض. أنا كده بعالج أعراض، ده عرض، أنا بعالج العرض. زي ما في درجة حرارة فأنا باخد خافض للحرارة، لكن كده هو أنا ما عالجتش المرض ذات نفسه. لكن أهم شيء وأفضل شيء إن الجسم يعالج نفسه بنفسه، ودي أعلى حاجة وأفضل حاجة. ليه؟ عشان الأثر الجانبي للكيميكال للأدوية وكمان العلاج البيولوجي. لو أنا دلوقتي أضعف المناعة وجالي فيروس جامد، أو في داخلة الشتاء والمتحور بتاع أوميكرون جالي والمناعة ضعيفة، الوضع الجسم هيبقى عامل إزاي؟ الوضع هيبقى مختلف، وهبقى من مرض لمرض لمرض لمرض. هي دي النقطة أو المسألة. عشان كده العلاجات الطبيعية بالحجامة وبالأغذية ده أفضل شيء. النقطة التانية إن العلاج الكيميكال أصلا هو بيعتمد في الأساس على كوبي أو نسخة من العلاج الطبيعي. يعني مثلا فيتامين سي
موجود في البرتقال، موجود في الجوافة، وما إلى ذلك. ممكن أنا آخده قرص فوار، أوكي، بس أيهما أحسن؟ إن أنا آكل البرتقال والجوافة وآخدهم طبيعي، ولا آخدهم كيميكال من القرص؟ لا، آخدهم طبيعي طبعا أفضل. ناهيك طبعا إن فيهم فوائد تانية، البرتقال مثلا والجوافة فيها والليمون في مواد تانية وفي فوائد تانية وفيتامينز تانية جميلة جدا، بخلاف ان انا اخد قرص واحد بس. فايهما افضل؟ لا، الافضل طبعا ان انا اخد الحاجة الطبيعية، ده الافضل والاحسن للجسم وللمناعة بتاعة الجسم. كمان الاطعمة اللي بتكون متهرمنة، يعني ايه متهرمنة؟ معدل فيها جينيا ووراثيا، ودي بقى الحاجة اللي بتسبب امراض كتير ومبقاش عارفين اسبابها. الحاجات دي محتاج متابعة لسنين ودراسات كبيرة وتوفير رؤوس اموال، ولازم نطلع منها بنتيجة عشان نعمل دواء أو نعمل مصل أو ما إلى ذلك يفيد بعد كده هوت، ويبقى فيه إقبال عليه عشان الشركات دي تبني أرباح عشان تقدر إن هي تكمل. ده مبيبقاش موجود. فأنا أهتم بمناعتي وبصحتي وبأكلي والحجامة، وممارسة الرياضة برضو أمر كويس جدا، بس ما يكونش في حالة المرض. الصيام برضو حاجة جميلة جدا 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 وبترفع من المناعة. بكده أبقى أنا حافظت على نفسي وما دوشتش نفسي بكل الأمراض ديت. والمناعة الذاتية أكبر بكتير وأشمل بكتير من الأدوية التخصصية. ودوت، لو في أي سؤال أو أي استفسار سيبهولنا في التعليقات وإحنا نجاوب عليه. ودمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.